هلو حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هو بارت 3 من فيديو خرابيط شي ان. انتوا تعرفوا ان الفيديو ده من اعلى المشاهدات مؤخرا على القناه. شكلكم بتحبوا الشوبينج، فيلا هاتوا حاجه تاكلوها او تتسلوا فيها وتعالوا نفتح مع بعض الشنطه دي اللي مليانه حاجات من عند شي ان. متحمسه قوي. على حظي النهارده المايك باظ، فانا هحتاج ان انا اشتري مايك جديد، فاستحملوني كده بالمايك بتاع الكاميرا نمشي نفسنا بيه. اتمنى ان الصوت يكون حلو. هنبتدي باول حاجه وهو ده، هو ماسك بالرز يا جماعه. ده سليبنج ماسك، المفروض ان هو بيتحط بالليل. دي باك كده فيها كذا ماسك، جواها 20 قطعه. كانت بيجي شكلها كده عامله زي اكياس السكر. كل يوم بالليل المفروض بتاخدي واحد وتحطيه على بشرتك. الماسكات الكوريه يعني اللي احنا بنجيبها ونستخدمها بالليل، فهجربه واقول لكم عامل معايا ايه. مؤخرا ما بقتش اشتري خالص ميك اب ريموفر، وبقيت اجيب الكلينزنج بالم. فجبت الكلينزنج بالم ده من عند الشي ان. هو مش شي جلام، هو الشي ان. خليني افتحه واوريهم. ده شكله كده من بره. المفروض ان احنا بنفتحه كده وبيجي معاه من جوه زي معلقه ومقفول من هنا. فهنفتح دي، تفتحي الجزء ده كده، وده الكلينزنج بالم بيبقى جوه. هجربه برضو. لو جربته قبل ما انزل لكم الفيديو ده هحط لكم نوت ان كان حلو ولا لا. بس انا الصراحه مؤخرا ما بقتش اشتري اللي هو الليكويد ميك اب ريموفر، بقيت بحب اكتر الكلينزنج بالم. الحاجات دي كلها انا اشتريتها في السيل بتاع شي ان اللي كان في شهر 11 تقريبا. جبت بعد كده ده تقريبا معطر عشان احطه في البتاع الديفيوزر اللي موجوده في العربيه عندي، بس مش عارفه افتحها من الضوافر. اوكي خلاص فتحتها. انا جايبه 2 تقريبا، هي بالشوكولاته. فخلينا كده نشم. متحمسه قوي. شوكولاته قوي قوي، بس دارك شوكليت. عارفين كده اللي هي تحسوا فيها شوكولاته بس سنه مراره كده، بس شوكليت. جبت لزقات تبييض الاسنان دي اللي اسمها 5 دي وايت، وهي جواها زي سترابس كده. ده شكلها كده. جواها كام واحده مش عارفه. دي واحده 2 3 4 5 6 7. جواها 7 وحدات تحطيها على الاسنان، بس مش عارفه الواحده فيها فوق. الواحده فيها فوق وتحت، يعني مش كل واحده لوحدها. كل ورقه من دي فيها فوق وتحت. والمفروض ان هم باعتلك هنا تستخدميها ازاي. الورقه مش عايزه تتفتح. هنا طريقه الاستخدام. اوكي، ومدينك بتاع كده هنا بالوان الاسنان عشان تشوفي سنانك فتحت كام درجه. فمره ابقى اجرب معاكم، يعني شوف الطلبيه دي لو فيها حاجات تتجرب في فيديو ممكن ابقى اجربها لكم في فيديو بعد كده. بس متحمسه قوي ان انا اجربهم، بحيث ان هم يكون سعرهم اقل شويه من كريست، لان كريست غالي جدا. خدت المرطب ده. المرطب ده معمول لكعب الرجلين. التفاصيل الصغننه دي بس كيوت قوي الصراحه. بصوا ده شكله كده من جوه، بتلفي دي من هنا. خلينا كده نشمه. ريحته عامله زي التوفي. عارفين طعم التوفي الفاكهه؟ هو ريحته زيها كده. استنوا عايزين نشوف بس ترطيبه رايح لغايه فين. اوكي، بينعم كده الجلد. فبرضه هجربه واقول لكم عامل معايا ايه. بس لقيت على شي ان سان سكرينز اللي هم ستيك كتير جدا واسعارهم حلوه قوي. فاخدت ده، اسمه تقريبا اوهي حاجه كده يعني. المهم ان هو مش فاهمه ده كوري ولا صيني ولا ايه ظروفه. فخلونا كده نفتحه. بس هو المفروض انه سان سكرين ستيك، يعني انت بتمشيه كده على بشرتك، وكاتبين ان هو بلس بلس بلس، يعني المفروض ان هو جامد يعني. فهنشوف. ده شكله كده من بره. الباكجينج كله لونه لبني. تعالوا كده نفتحه. اوكي، هو جاي مبهدل كده من بره، يعني استنوا خليني اوريكم. شايفين كأن البرودكت سايح عليه من بره. ايه ده غريب قوي، ملوش ريحه. هو ممكن يكون ساح، بس هو عموما انتي بتلفي دي كده فبيطلع السان سكرين. عايز اشوف كميته قد ايه. اوكي، الكميه كده بس، تخيلوا شبه بتاعه الايس كريم. مهما عدى عليا الزمن هتفضل المروحه دي في قلبي، يعني هتفضل من احلى الحاجات اللي ينفع ننشف بيها السبراي اما نيجي نحط ميك اب. حبيت شكلها قوي. البرنت بتاعها عامله زي الصيني كده، بس شبه الصينيين. بس بجد كيوت قوي. هتفضل احلى حاجه ممكن تنشفي بيها السبراي. ما حبيتش خالص على فكره المراوح اللي هي
اللي بحجره دي، مش عارفه بحس دي غير يعني. بس يا رب دي اللي ما تشوفهاش دي، الا لو شافتها مش هتحلها حرفيا، بس بجد شكلها كيوت قوي عسوله. انا متحمسه قوي اوريكم الكريم اللي موجود في العلبه دي. والله انا ما اشتريتوش عشان كريم، انا عندي كريمات قد كده، انا اشتريته عشان شكل الباكجينج على الويب سايت. شفتوش تفاهه كده؟ ده شكل الباكجينج بتاعه كده من بره، جولد في اخضر، ومكتوب عليه من بره رويال دانس فونكس فيس لاكجري ليدي كريم. يعني مش فاهمه الفكره، فتعالوا كده نفتح مع بعض. انا اكتشفت انه بيتفتح من هنا، انتوا هتشوفوه قبليه حرفيا. فيلا. حساس شيك قوي. ايه ده؟ متحمسه. بصوا شكلها. ايه دي؟ يعني ايه دي؟ استنوا كده. اوكي دي عصفوره. بتعملوا بيها ايه دي؟ بص ده شكلها كده. اوكي وده كده شكل الكريم. بص شكله عامل ازاي، غريب قوي. بس العصفوره دي بتعمل ايه؟ دي ماجناتيك. بصوا يا بنات. عبيطه قوي. استنوا طيب نفتح كده ونشوف. حاسه اني بفتح لؤلؤه، عارفين كده؟ اوكي بسيطه. احنا اللي مكبرين الموضوع والله. علبه كريم عاديه جدا، نص كميه. شوف كل دي، قول دي كلها كريم، نص كميه حرفيا. اوكي ايه ده؟ شكل الكريم غريب قوي. بصوا ايه ده بجد والله غريب قوي. عارفين ماسك الترمس؟ بس ريحته حلوه قوي. انا ليه قرفانه؟ عشان حاسه انه غريب. الله ريحته منعشه قوي. يا جماعه بيرطب الجلد حلو قوي. بصوا الفرق ما بين هنا وهنا. بصوا الفرق ما بين ايدي هنا وايدي هنا. لا بيرطب الجلد حلو قوي. ليه حق يبقى لاكجري. طبعا ما ينفعش حد يعدي على شي ان من غير ما يجيب الشيت ماسك. انا بجيب الشيت ماسك دي من شي ان من اول ما شي ان فتحوا. على فكره انا كنت من اوائل الناس اللي عملت اوردرز من عند شي ان، يمكن عشان كده لفت نظر الشركه، لان انا من زمان من اول ما الناس قالت شي ان كنت انا من اول الناس اللي بيشتروا. انا كنت بطلب 3 4 حاجات كده، بس كنت من اول الناس اللي بيجيبوا حاجات من عندهم. الشيت ماسك دول هما بيجوا 3 كده مع بعض بالبلو بيري. ساعات بحب كده بالليل اعمل حاجه دافيه واقعد احط ماسك يصلح ما افسده الزمن. والله فاكرين البلاش بتاع الشي جلام اللي هو جزء باودر وجزء تاني كريمي؟ جبت منه درجه تانية لاني كنت حاسه الدرجه الاولانيه اللي انا جبتها كانت فاتحه عليا شويه. الدرجه دي اسمها شيري سوربت تقريبا، يعني هي على اورنج اكتر عشان تبان شويه على وشي، لان التانية الاولانيه قصدي انا جبتها كانت بينك قوي. فجبت دي والصراحه حباهم، يعني حباهم مع بعض. يعني لو حطيتي الكريمي لوحده مش هتحسيه يعني حلو، لازم تحطي معاه الباودر عشان يبان. يعني دول بيشتغلوا مع بعض. بس نيجي بقى للفود شيت ماسك، فاهمين؟ لفه كبيره قوي. بس الصراحه حسيت ان انا محتاجاهم انا ومحمد، لان احنا رجلينا بتتبهدل حرفيا. فجبت ليا انا وهو. اكيد طبعا انا هاخد 2 وهديله هو 1. ده عباره عن شيت ماسك كده بيبقى زي السوكس، تحطي رجلك فيه وتنامي بقى طول الليل. انا حاسه ان هو هيبردني شويه بس اتس اوكي. مش مهم. فعسول قوي، يعني متحمسه الصراحه ان انا استخدمه. هو المفروض ان هو بالخوخ بيموسترايز الرجل وكمان بيخليها ناعمه. فخلينا نشوف. بس كلنا عارفين ان الحاجات دي ترطيب، يعني ولا بتعمل تقشير ولا الجلد بينزل ولا الكلام الاوفر ده، ما تصدقوش. ده بس بيرطب الرجل. ده دول مش عارفه عباره عن 5 تقريبا ماسكات مع بعض او 6، معرفش كام ماسك الصراحه. دول كانوا مع بعض. هحط لكم صورتهم يا رب يكونوا لسه موجودين. هما مختلفين، كل واحد مختلف عن التاني، او ممكن يكون في 2 مكرر حاجه كده. يعني في ده اسمه جابان ساكورا سليبنج فيس ماسك، يعني ده بيتحط بالليل. وده برضو سليبنج ماسك من اسمها لاكو عليها كوالا كده من هنا. اوكي وده برضو سليبنج ماسك، مش عارفه ايه حكايه السليبنج ماسك، بس ده شكله كيوت قوي. وايه تاني؟ وبرده بتاع الكوالا ده موجود تاني. في واحد تاني سنيل من برضو لاكو حاجه كده، هي البراند اسمها لاكو. وده ماتشا
للبشره. انا متحمسه قوي اعمل ماسكات كتير الفتره الجايه، وده برضو سليب ماسك بس غريب قوي، يعني شكله مختلف شويه عنهم بس صغنون قوي كده. اعتقد ان انا بقى عندي ستوك ماسكات، هقعد فتره طويله قوي ما اشتريش. نيجي بقى للكبسولات دي. انا زي ما انتم عارفين عندي كوفي ماشين، وكانت الكوفي كابسولز اللي انا بجيبها كانت اسعارها معقوله، فبالتالي رحت اشتريت الكوفي ماشين بتاعتي. بعد كده اسعار الكابسولز بقت في حته تانية، بقت مرعبه جدا، فاهمين؟ فبقيت اجيب القهوه اللي هي العادي المطحونه، وبقينا نعملها في الماشين بتاعه محمد اللي بره. فحسيت ان الماشين بتاعتي خلاص كده هنهجرها، يعني انا دافعه فيها مبلغ وقدره فلازم اشغلها. فجبت الريفال كابسولز دول. بصوا بيبقوا كبسولات كده صغيره، ده بيبقى شكلهم كده. بقى احط فيها القهوه هنا واكبسها بس كويس، اكيد معاها معلقه، وبقفلها وبحطها مكان الكبسوله بتاعه القهوه عادي. دي بيجي فيها كام قطعه؟ 5 قطع صغيرين حلوين جدا، وبيجي معاها فرشه صغيره، وبيجي معاها معلقه عشان تحطي فيها وبالظهر بتاعها تكبسيها. فانا جايباها عشان اصحي مكنه القهوه بتاعتي، لان حرام انا كنت جايباها بجد غاليه. في فرشتين على شي ان عليهم هايب كبير جدا. اول فرشه اللي هي دي، المفروض دي بتاعت كونسيلر بتاع فاونديشن كده يعني، بس خطيره وكل الناس بتقول عليها ان هي حلوه قوي. ده شكلها كده، مليانه شعر وهتبقى ممتازه بتوزعي بيها الكونسيلر، وممكن توزعي بيها عادي الفاونديشن لو انتي وشك صغنون. وفي فرشه تانية اللي هي الفرشه السن اللي عامله زي السكينه كده، فرشه رفيعه قوي بتفرد الفاونديشن وبتديكي منه اقل طبقه. يعني بصوا حاجه كده ناعمه موت. شايفين يا جماعه؟ شايفين قد ايه رفيعه؟ تخوف ها، بس حاساها هتفرد طبقه خفيفه قوي بالفاونديشن. وانا الصراحه بقيت احب الفاونديشنز الخفيفه على البشره، مبقتش احب احط اي حاجه فول كفرج او السماكه بتاعتها كبيره. الريفيوز اللي شفتها على البلاشرز دي بيقولوا ان هو احلى من كل بلاشرز شي جلام. صراحه مش عارفه، وتخيلت انه يكون اكبر من كده. انتوا شايفين اصلا البرودكت قد ايه؟ ده يكفيني 4 ايام ده، ولا ايه بالحمار اللي انا بحطه في خدودي؟ بس بيقولوا ان هو حلو قوي. تعالوا كده نجرب. اوه لا يا جماعه، البيجمنت بتاعه قوي. بصوا، انا حاسه ان بصي كانكم ضربتوني بالقلم على وشي هنا. لا لا، البيجمنت بتاعه قوي. دونت جادج بقى، لان انا احمريت اوفر فمضطره احط الناحيه التانيه. فما تقولوليش انتي محمره ليه. بس هما بس محتاجين يكبروا الباكجينج شويه. اسمه جولي ستار. هحط لكم طبعا الصوره بالاكواد بكل حاجه عشان انتوا بتبهدلوني اما بنسى احطهم لكم. الحاجات اللي اشتريتها بس عشان التعليقات، هو كريم العين ده كريم عين بالافوكا بالافوكادو. فتعالوا كده اوريكم شكله. اوكي، ده شكله كده. انا عموما لما باجي اشتري اي برودكت من على شي انا عموما بنزل على طول على التعليقات. يعني لو عديت على برودكت مثلا ده كريم، بنزل على التعليقات اشوف الناس بتقول ايه. فده لقيت ناس كتير قوي بيقولوا عليه ان هو حلو وبيرطب تحت العين حلو قوي، فخدته وما كانش كمان سعره عالي يعني. نيجي للبرودكت ده اللي انا جبته بس عشان اجربه. يعني كنت زمان اما اتفرج على الافلام الاقي حد وهو مثلا لسه صاحي من النوم، ولا مثلا هيقعد مع واحده كده مش عارفه، يروح جاي يطلع سبراي كده يروح رشش في بقه، عارفين كده، معطر فم يعني. بصراحه انا جبته عشان عندي فضول ان انا اجرب. جبته بالخوخ. ده شكله كده. والله العظيم انا مشترياه عشان الفضول، بس عشان اجرب. يعني انا بغسل سناني وبعمل مضمضه وكل حاجه، بس عايزه اجرب. فام سوبر اكسايتد ان اجرب معاكم دلوقتي. بس اشوف بخيته قد ايه. اوكي. ايه ده؟ الله، منعش كده. لا ده جميل. تخيلوا اما تشتروا برودكت بس عشان شفتوه في فيلم. يعني لا، حاسه في هوا بخوخ، مش هوا بنعناع، هو هوا بخوخ بس حلو. يعني حبيت الفكره والله. لا اعتقد ان انا هستخدمه. البرودكت ده انا جبته عشان حسيته غريب. ده شكله كده من بره، وده المفروض ان هو removing hair cream. يعني ده بيشيل الشعر، كريم بيشيل الشعر. انا مش عارفه هو زي الكريمات اللي هي بتاعت ازاله الشعر زي وان وكده ولا لا. فتعالوا كده
نشوف. انا الصراحه جبت حاجات غريبه قوي المره دي. المفروض ان انت مثلا لو هنا الابر ليبس فبتحطي كده طبقه من الكريم وبعد كده هو بيشيل الشعر. بس انا مش عارفه ده لايك واكس ولا كريم ازاله شعر، عارفين كده. فاوكي هما مدينك معاه موسترايزنج الوفيرا جل، هو بيجي حاجتين ده كده، وبيجي معاه الكريم اللي هو الهير ريموفينج كريم. ده كده نشوفه عامل ازاي ولا نشمه. اوكي هو كريم، انا مش عارفه ليه تخيلت ان هو ممكن يكون حاجه ستيكي زي الواكس. اوكي ريحته عامل زي كريم وان بالظبط، عارفين كريم وان بتاع ازاله الشعر بالظبط هو. يعني ده ممكن استعمله لو انا مستعجله يعني، بس I don't think ان انا هستخدمه. فانا كنت فاكره ان هو حاجه ستيكي همشيها كده وبعد كده اشيلها بورقه او اي حاجه وبعد كده احط الموسترايزنج كريم، لكن هو كريم وان، كريم وان الصيني. نيجي لدول، طبعا بغبائي اشتريت 2، يعني حطيت 2 في الباسكت، فقلت يلا واحده ليا وواحده لمحمد. دي عباره عن الكتريك توث برش، يعني دي فرشه اسنان كهربائيه، سعرها رخيص قوي فقلت خليني اجربها. بيجي معاها كده 3 فرش عشان لما واحده يعني تخلص الفتره بتاعتها تحطي الثانيه. والجهاز اعتقد انه ممكن يكون ببطاريه، بس انا عايز بطاريه دلوقتي. اجيب لكم منين بطاريه انا دلوقتي؟ عايز بطاريه كبيره. اوكي هبقى اجربه واحط لكم فيديو تاني كده عامله ايه او بتعمل ايه في حياتها. بصوا بقى، انا شفت على التيك توك ناس تحببك في الجواشة اللي هي دي. خليني بس افتحها. جواشة تقيله ميتال، بصوا دي تقيله يعني، عارفين كده. بصوا شكلها. انا شفت الناس كتير قوي بتعمل التكنيك بتاع الجواشة على التيك توك، وانا حرفيا نفسي مره اعمل تكنيك الجواشة واشوف مع الوقت بجد هتفرق ولا لا. فهتعلمها يعني، هتعلم التكنيك بتاعها واعملها معاكم في فيديو نجرب نعمل تكنيك الجواشة ونشوف مع الوقت عامل ايه في بشرتنا. فام سوبر اكسايتد ان انا جبتها لان الماتيريال بتاعتها محترمه يعني، اتس سو هيفي. ودي تقريبا من نفس الشركه اللي انا جبت منها الكريم اللي هو بتاع العصفوره الماجنتيك ده، اللي هو الكريم ده. تقريبا مش متبقي غير 3 برودكتس تمام. طبعا في واحد البنت نسيت تجيبهولي في الشحن، وده كان كلينزنج اويل يعني برضو زي ميك اب ريموفر كده، بس للاسف يعني ايه الله يرحمه يعني. اوكي جبت ده عباره عن جينسينج ايسنس ووتر. البراند دي اما جبت منها المره اللي فاتت بنات كتير قعدوا يقولوا لي دي المضروبه ومش المضروبه ومش عارفه ايه والكلام ده كله، فخلينا نجرب مش هنخسر حاجه. دي زي جينسينج ووتر كده، انا مش عارفه هي بتعمل ايه بس حاجه زي التونر. ده شكلها كده، هما كاتبين عليها من ورا جينسينج روتس ووتر 80% ونياسيامايد 2%، تمام. فهي عامله زي التونر ومكتوب عليها ان هي ميد ان كوريا. على فكره ده ما كانش رخيص، كان تقريبا ب 35 ريال حاجه كده. ف اتس اوكي خلينا نجربه ونشوف عامل ازاي. بس هو مكتوب عليه ميد ان كوريا، لان الحاجات اللي بتبقى يعني مضروبه او متقلده بيبقى مكتوب عليها ميد ان تشاينا، لكن ده مكتوب عليه ميد ان كوريا. فانا اكسايتد ان انا اجرب. انا حرفيا جبت البرودكت ده ومش فاكره لما جبته كان مكتوب ايه يعني بجد والله انا محتاجه افتح الويب سايت واشوف كان مكتوب ايه، عشان كده انا رحت اشتريته. ده مكتوب عليه ان هو فيشل سيرم او زي امبولات سيرم بس جوه ازازه سيرم عاديه. ده بيشتغل على تنعيم البشره، وكمان بيشتغل على الحبوب وعلى المسام بتاعه البشره، وينفع للبشره الحساسه، وبيموسترايز السكين، وبيعمل لها بيديها الجلاس سكين بتاعه الكوريان سكين كير. فايه ده يعني، كاتبين كلام كتير قوي. اوكي ده الازازه كبيره قوي. بصوا الازازه قد ايه بجد والله. استنوا تعالوا نشوف ده ميدن ايه. تشاينا، ده تشاينا. عشان كده قلت لكم الحاجات اللي بتبقى كده وبتبقى تشاينا بيتكتب عليها تشاينا، لكن ده مكتوب عليه كوريان. بصوا شكله ده كده مكتوب عليه كوريان، ده مكتوب عليه تشاينا، بس بيقولوا عليه كلام كتير حلو فعشان كده انا خدته تقريبا. نيجي بقى لل AHA BHA تونر. انا بقيت بحب التونرز قوي وبحب اجرب تونرز بطريقه مش طبيعيه. ده شبه التونر بتاع السنيل لو تفتكروا، بس مش هو يعني، واخدين نفس الفايب من بره كده، فقلت خليني اجربه. اوكي ده شكله كده، اكسايتد الصراحه. الله، والفرشه الرشاش بتاعه فاين قوي، مفيهوش ريحه. خلينا نشوف ده برضو تشاينا ولا كوريا ولا ايه. تشاينا. This
شاينا. وبس كده يا حلوين، دي الحاجات اللي طلبتها من عند الشي ام في التخفيضات بتاعه شهر 11 تقريبا. دول اوردرين يعني، طلبت حاجات ورجعت طلبت حاجات تانية. بس صراحه الخصومات كانت خطيره يعني. دلوقتي الحاجه سعرها زايد، انا كنت جايباها بجد سعرها كان قليل قوي. ما تنسوش اكيد تعملوا لايك للفيديو وكومنتس بقى والشير وتفاعل وحاجات زي كده عشان اعمل لكم النوع ده كتير. وبس كده يا حلوين، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.